معي بعد ما ماتت أختي إنه صاحب سيارة تعزم فوق راسها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك؟ عمار. عمار، تشتغل؟ أيوه. ما بتشتغل؟ مين أنت؟ الواحد يطلب الله ولا يطلب. أكيد تدرس؟ أيوه. صف كم؟ صف رابع. كيف تفعل في الدراسة والشغل؟ أنا الصباح المدرسة وأنت أذاكر إلى أما العصر. أيوه. وأرجع أخرج يطلب الله وربك كريم ما يفتح. إذا ما أنا معي والواحد للحمد لله. لا مع إنه بضح والله الحمد اللهم لك الحمد شكرا. ليش خليك تشتغل؟ يقول لك قدرنا الموت إذا أخي الجاهل بينه وبين في الدماغ وإنه أبي مريض لأن شحنة كهربائية في الدماغ. اشتغل أنا وأخي. أخي قد عليه حق الإيجار وعليه لك. أنا قد عليه حق المصاريف وعليه لك الجزاء. طيب ايش اسمك انت قلت؟ عمار. عمار، ما هو أصعب موقف قد مر عليك؟ مع ماتت أختي الله يرحمها. حسبي الله. أبي مرض من هذا الموقف. مع بعد ما ماتت أختي صاحب سيارة تعزم فوق راسها. الله يرحمها وماتت. أبوك مرض؟ أيوه وأبي سامحها ومرض. طيب أخوك الآن ايش فيه؟ عمر في الدماغ. كم تعرجه في اليوم؟ في الأسبوع نستخدم له ب10,000 ريال ب7,000 ريال. واحد مضرب ب5,000 ريال تعتقد؟ والله. ما اللي في نفسك؟ في نفسي إن ربي يدي العافية لي ولأخوتي ولأبي. ليش بتدمع؟ طيب في حاجة في نفسك عادي؟ أنا أسلم يا الجماعة كنز الواحد فيها. أكيد، بس يعني حاجة في نفسك موفرة لك. الواحد يقنع بالحاصل. لو كان ما كان لا يدي لا ادالي ما ادالي حتى 5 ريال أنا بشلح. يعني تكون يا قانون. إن شاء الله نحن نجي لك بجائزة، وهذه الجائزة لك بالظاهر إن شاء الله.